فهقول لك انا اولا هو طلع في برنامج على ام بي سي مع ابراهيم فايق اللي هو واخد فيه لوكشه محترمه جدا. ده رقم واحد، واخد رقم كويس. الناس في ام بي سي اصلا بتطلع حلقات ليه على القهوه والكلام ده بياخدوا ارقام كويسه، فما بالك هو طلع في حلقه لوحده اللي هي التحقيق ده ولا مش عارف بيسموه ايه، وان هو قعد بقى وحلقه طويله وهو الموضوع الشاغل دلوقتي، فرقم كويس لان الحلقه هتجيب مشاهدات وكل ده، فخد رقم كويس في جيبه. تمام. الحاجه التانيه الاهم بقى بالنسبه له ان هو لما طلع هو عامل فيها انه مش خايف من حاجه، لانه شايف ان هو عادي، ده اخفاق زي كل الاخفاقات يعني، ما هو اللي قبليه عملوا ايه يعني. ودي حقيقه على فكره، هو اللي قبليه برضه فشلوا المنتخبات حتى يعني. اخر منتخب عادل لعب في كاس العالم بتاع محمد ابراهيم ومحمد صلاح كده في 2013. لا ده كان 2011 حتى كان صالح جمعه وكهربا وكده كانوا مع